رئيس جمهورية الدومينيكان يبلغ الملك محمد السادس بدعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء وعزمها فتح قنصلية في مدينة الداخلة. صدر أمس السبت عن وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الدومينيكان بلاغ على إثر الاستقبال الذي خص به رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والذي كلف خلاله الرئيس الدومينيكاني بوريطة بإبلاغ الملك محمد السادس بدعم جمهورية الدومينيكان لسيادة المغرب على الصحراء وعزمها على جعل افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة أولوية ضمن خطط التوسع المستقبلية. البلاغ أشار أن الرئيس أبي ناظر جدد التأكيد على أن جمهورية الدومينيكان تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب هو الحل الوحيد للنزاع حول الصحراء المغربية. البلاغ أضاف أنه خلال هذا الاستقبال الذي جرى بالقصر الوطني على هامش حفل تنصيب رئيس جمهورية الدومينيكان، نقل الوزير بوريطة تهاني الملك محمد السادس ومتمنياته له بالتوفيق في ولايته الجديدة. كما نقل الوزير حسب المصدر ذاته دعوة الملك للسيد لويس أبي ناظر للقيام بزيارة رسمية للمغرب من أجل وضع إطار لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. البلاغ أشار كذلك إلى أن الرئيس أبي ناظر أكد بهذه المناسبة رغبته في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وعزمه على زيارة المغرب استجابة لدعوة الملك محمد السادس. الخطوة التي أعلنت عنها جمهورية الدومينيكان تعتبر صفعة قوية للجزائر وصانعتها هجمات البوليزاريو الانفصالية في سياق تتناسل فيه الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، والتي تؤكد بطبيعة الحال على جدية مقترح الحكم الذاتي كمخطط تقدم به المغرب سنة 2007 لإنهاء هذا النزاع الذي عمر طويلا بالمنطقة.